قولين خطاب زواج. يحكى أن مملكة عريقة. الرحمة، مملكة عريقة اسمها نسي من زمن، يحكمها ملك حكيم عادل ومحبوب جدا. وعندما صار عجوزا قسم المملكة على أولاده الأربعة، وكأنهم 4 أعمدة تحمل المملكة معا. لكن أكبر الأمراء طمع فيها كلها لنفسه، صار خلف رغباته، فسقطت المملكة في حرب وفوضى ودمار. حكاية جميلة. ليست مجرد حكاية يا ميريدا، الأساطير دروس مليئة بالحكمة. أمي، أنصحك أن تقتنعي بهذا الأمر، اللوردات سيقدمون خطابهم. هذا ليس عدلا. أخ ميريدا، الزواج ليس نهاية العالم. هذه الفتاة سوف تصيبني بالجنون. إنها لا تقدر. تتمتمين؟ أنا لا أفعل هذا. لا يا حبيبتي، تتمتمين. ماذا يشغل بالك؟ أنت السبب. العناد صفة ورثتها عن أبيها. إذا كلامك لم يجدي معها. لا أعرف ماذا أفعل. تحدثي معها. لقد تحدثت معها لكنها لا تستمع إلي. لا تعقدي الأمر، اعتبريني ميريدا وحدثيني، تكلمي. لا أستطيع ذلك. يمكنك. هيا تستطيعين ذلك، سأقلدها. لا أريد الزواج، سأحيا بمفردي لأترك شعري يهفف وأنا على الحصان وأطلق سهامي على الشمس. ميريدا، كل هذا التعب، كل هذا الوقت في إعدادك وتأهيلك، وفرنا لك كل ما حرمنا منه. عندي لك سؤال، ماذا نفعل أكثر من هذا؟ ألغي هذه الحفلة، سيقتلهم هذا. أنت الملكة، أفهمي كل اللوردات أن الأميرة غير مستعدة لهذا، وبصراحة لن تستعد لهذا مطلقا. شكرا للزيارة، وأبلغونا بالحرب عندما تودون إعلانها. أعرف أن الزواج قد يظلم البنات، أنا نفسي كانت عندي تحفظات في أيام خطوبتي، لكن المسؤولية لا هروب منها. لا أريد أن أدمر حياتي، أريد حريتي. لكن هل أنت مستعدة لدفع ثمن الحرية؟ لا أفعل هذا لكي أجرح. لو أنك فقط تحاولين أن تفهمي ما أفعله، لأنه بدافع الحب. لكنها حياتي أنا لست مستعدة. سوف تفهمين لو أنك فقط. أجعلك تفهمين لو أنك فقط. اسمعيني. أقسم يا أنجس إن الموضوع لن يكتمل.